أعرف ناس كانوا هيموتوا من العطش بس ربنا أنقذهم وعاشوا، وناس تانية أغنياء جدًا بس الدود أكلهم وهم عايشين. تعرفوا الحكاية؟ تعالوا نعرفها. وصلنا للإصحاح ال12 في أعمال الرسل، لكن اتختم الإصحاح ال11 بإنه بعد ما الأمم آمنوا على إيد بطرس ابتدت الناس تتشجع تتكلم عن ربنا، وابتدوا اليونانيين يعرفوا ربنا، الوثنيين يعني، وسمعوا في أورشليم إنه الناس ابتدت تقبل الإيمان. وبعدين يبتدي الإصحاح ال12 بقى إن الشيطان متشعب ومش هيسكت. فلما الكنيسة امتدت وكبرت والإيمان عمال ينتشر، راح جه واحد اسمه هيرودس شرير. هيرودس ده غير هيرودس اللي قتل أطفال بيت لحم، لكن كانوا قرايب. الحقيقة هيرودس ده راح واخد يعقوب، فاكرين دايما في حكايات المسيح لما بطرس يعقوب ويوحنا، فيعقوب أخو يوحنا كان من التلاميذ الكبار اللي حضروا كل المعجزات، وكان راجل محبوب طبعا، ويعني من الكبار بتوع الرسل. أخدوه وقطع راسه، استشهد. ايه رب ده؟ واحنا كل ما نقول يا هادي يحصل حاجه الاول استفانوس عديناها، دلوقتي يعقوب مش كده وبس، ده اخد بطرس وسجنه وقال انه مستني بس فتره العيد تخلص علشان خاطر هيقدموا لليهود ورخصين. فالكنيسه ابتدت تقوم وتصلي تقول يا رب الحقها. بطرس بقى الحقيقه كان لذيذ جدا. بطرس دخل السجن وكان مربوط بايديه ورجليه، ويعني رابطينه جامد بقى وحاطينه في السجن حافظينه يعني. في الحقيقة في سلام كامل نام، استغرق في نوم عميق لدرجة إنه ربنا كان بيعمل معجزة فأرسل له ملاك يطلعه، فالزنزانة كلها نورت. بطرس ما صحيش من النور من كتر السلام اللي كان عايش فيه. هيحصل إيه؟ هموت هروح السما، الله يا ريت شهيد زي استفانوس ويعقوب. الله، مش يأس، خدوا بالكم هو في الوقت ده كان مبسوط وفرحان. فالملاك راح نخذه كده لبطرس، فبطرس كده حاسس إن هو بيحلم، فقال له قوم البس الجزمة. حاضر. فلبس الجزمة. قال له حط الروب بتاعك. حاضر. امشي ورايا. ماشي وراه. كل ده بطرس فاكر ان هو بيحلم، يعني اللي هو الله ان الاستشهاد حصل، انا كده رايح السما، انا ماشي ورا الملاك بقى اروح السما. فضل ماشي وراه من حراسه لحراسه لغايه ما طلع بره. ابتدى يفوق، ايه ده؟ ده أنا حصل لي معجزه. رغم ما كنتش عايز معجزه، انا كنت عايز اروح السما كده وانبسط. لا، بطرس لسه وراك شغل يعني. فطلع من السجن الحقيقه، راح فين؟ راح على العليه، بيت ماري مرقس او بيت مريم ام مرقس اللي كانوا متعودين تلاميذ دايما قاعدين فيها. وراح خبط على الباب. كان راحت سمعت صوته من الفرحه سابته يتخبط، وراحت التاني صوت بطرس. يقولوا لها انت بتضحكي عليه؟ تقول لهم صدقوني بطرس. وسايبينه واقف على الباب لان الناس مش مصدقه، رغم انهم بيصلوا بس مش مصدقين. وده بيحصل معانا ساعات لما نصلي بإيمان. بس ساعات نبقى بنصلي وعندنا إيمان وعارفين إن ربنا قادر، نقول بس مش معقول، بس هي أكيد مش هتمشي، أكيد حضرتك مش بتصلي وهو ربنا قادر على كل حاجة. لو للخير هتحصل، لو مش للخير يبقى أوكي يعني شكرا يعني. الحقيقة فعلا فتحوا لقوا بطرس. إيه ده يا بطرس؟ راح مشاروا راح بس بالطول، وعرفوا إنه ربنا أنقذ بطرس الحقيقة في الوقت ده. طيب إيه حكاية بقى الحد التاني اللي حصل في نفس الموقف؟ حين في نفس الوقت ده هيرودس جه يدور على بطرس عشان يعدمه، ملقاهوش. فاتغاظ جدا، راح أعدم الجنود اللي كانوا في حراسة بطرس. وبعدين هيرودس الحقيقة من كتر العظمة والذات العالية قوي كان عكس بطرس خالص. ابتدى يطلع يتكلم ولابس حلة ملوكية كده، فالناس قالوا له هذا صوت إله لا إنسان. فبس جود يعني ولسه هو بيفكر كده ولم يعطي المجد لله، مات في مكانه. ابتدى الدود ياكله وهو صاحي. ليه؟ أصل أنت يا إنسان تراب وإلى التراب تعود. لو ما أخدتش بالك وسرقت المجد بتاع ربنا ونسبته لنفسك بتجبر وقسوة، لا الحقيقة بعمل في حجمك يا هيرودس. أنا سمحت لك تمد إيدك على يعقوب بس أنا واخد بالي، سمحت لك تسجن بطرس بس أنا تفتكر إن القدرة في إيدك. أنت إنسان مهما وصلت درجة عظمتك. طب تعالوا نعرف حكاية ناس كان المفروض يموتوا
بس ربنا كان بيعمل حسابه برضه من بدري وبيدبر كل حاجة، زي ما بطرس كان المفروض يموت وما ماتش. إنه في بلد من البلاد اللي فيها خدمة، الحقيقة كانت بلد فقيرة قوي، وبرضه في حتة مقطوعة جدا وبعيدة خالص، ومفيش فيها مرافق، يعني مفيش ولا نور ولا كهرباء ولا مية. فكانوا بيعيشوا على سفح الجبال، يعني يطلعوا جبل كده لمدة 3-4 ساعات برجليهم، طبعا مفيش عربيات ولا طرق ومحادة. بعد ال3-4 ساعات يبقى في فوق سفح الجبل كده مكان بقى يزرعوا فيه زرعهم، والمطر لما بينزل بيتحول في حفر في الجبل، والحفر دي اللي بيشربوا منها المية. فالخدام راحوا المكان الجميل ده عشان يخدموا الناس اللي هناك. الخدام المية اللي معاهم خلصت، فقالوا لهم انتوا بتشربوا منين؟ قالوا لهم تعالوا نجيب لكم البير. راحوا معاهم المكان اللي يشربوا منه، لقوا حفرة في الجبل الطحالب على وش المية، فاضل شوية مية صغيرين كده، فهم بيزقوا الطحالب يمين وشمال ويملوا المية ويدوها للخدام. قدام طبعا شربوا رشوا الصليب كده زي ما يرجس كده، اللي هو يا رب استرها. وبعدين بيقول لهم هو ده ما تشربوه؟ قالوا لهم هم احنا معتمدين على ميه المطر، ربنا بيبعت المطر الابار دي بتتملي، لكن على اخر موسم الجفاف بيبقى خلاص فاضل حبه قليلين، يا يكفوا يا ما يكفوش، لكن ربنا بيعوض. فقالوا لهم طب نساعدكم ازاي؟ قالوا طب ممكن تحت الجبل على الارض يعني تعملوا لنا زي حنفيه كده، او يعني ترومبه، الناس اللي عارفه حكايه الترومبه، نبقى نفتحها نملى منها للناس كلها تعيش يعني. كان مشروع كبير ومكلف، لكن ربنا بعت بركه، وكمان كان في منظمه ممكن تساعد في القصه دي. المهم الخدام اتفقوا وعملوا كل الحاجات. رعاية ربنا مش في كل ده، رعاية ربنا جاية بقى في إنه الخادم المسؤول عن القصة فضل ورا موضوع البير لغاية اليوم اللي اشتغل فيه البير وطلع أول حبة مية. فرحوا بيه جدا الخدام، والخادم ده كان مضطر يرجع تاني علشان يعني إيه أمور الخدمة في العاصمة. رجع العاصمة والعجيب إنه المكان ده اتقفل، وحصل فيه زي حرب صعبة جدا، فاتقفل الخروج والدخول منه. ففضلت الناس عايشة على البير المحفور، لأنه بعدين كانت حتى الأمطار ما كانتش مستقرة، وعاشوا لمدة سنين بيشربوا من المية اللي يدوب طلعت مية ليلة ما المكان ده اتقفل وما كانش ينفع يدخلوه تاني. كمان عشان نعرف قد إيه أمانة المخدوم ساعات تبقى فوق تخيل الخادم، يعني إنه الناس دي كان عندهم عيش صغيرة كده كانوا سايبينها للخدام، والخدام كانوا حاطين فيها شوية كده، كان شوية عدس وكان شوية فول، علشان يبقوا يعملوا زي وجبات كده تتوزع وقت ما بيشتغلوا مع الناس يعني. فوقت ما الدنيا دي قفلت كل الناس ابتدوا ياكلوا اللي في بيوتهم، وبعدين يقسموا مع بعض اللقمة لغاية ما الأكل خلص والمخزون خلص، وما يقدروش يطلعوا من المكان ده يروحوا تاني يجيبوا منه. محدش فيهم فكر يمد ايده على شوال من الشويلة بتاعت الخدام، لدرجة انه عايزين يستأذنوا ينفع ناخد من الشويلة دي نوزعها بالتساوي على بيوت القرية. قعدوا يوصلوا لحد عشان يوصل بالعاصمة الخدام، لأن مفيش تواصل. فين وصل الخبر للخدام؟ هما بيستأذنوا ممكن يا خبر انتوا في مجاعة، انتوا في حرب، طبعا انتوا بتستأذنوا، ده شوية عدس وشوية فول، طبعا خدوهم من بتوعكم أصلا. لكن شوف ازاي انه الامين في القليل يقيم مع كثير، حافظهم ربنا وسطر عليهم، ومتأكدين اننا لما نطلع السما يمكن نقول لنا هم دول اصحاب الحكاية اللي حكيتوها لنا زمان، لانه الناس دي قديسين، في كل زمن يوجد قديسين. ما تبصش للفقير والغلبان اللي حواليك على انه ده واحد عادي. ده التدريب بتاع النهارده. بص لكل غلبان وفقير انه ممكن يكون ايمان اقوى منك بكتير، ووطي راسك من العظمه الزياده لحسن تاكلك الدود وانت صاعد. خليك دايما متواضع ورجع المجد لربنا. اشتغل واكرز بالكلمه واعمل كل حاجه حلوه وفرح الفقير والغلبان، لكن رجع المجد لربنا مش لنفسك. تعيش كل مرة وتتقابل المرة الجاية